هل أنتم مستعدون لاكتشاف تحول رياضي ضخم في قلب العاصمة؟ في هذا الفيديو سنأخذكم في جولة خاصة داخل ورشات العمل المتقدمة لملعب الأمير مولاي عبد الله والملعب الأولمبي بالرباط، حيث التكنولوجيا تلتقي بالإبداع الهندسي، وحيث يتم اعتماد العشب الهجين هيبريد ليمنح الملاعب أداء يضاهي كبر الملاعب الأوروبية. تابعوا معنا التفاصيل الكاملة. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في قناتكم لمتابعة كل ما هو جديد في عالم المنشآت الرياضية المغربية. في هذه الحلقة نغوص معا في آخر المستجدات التي تعرفها العاصمة الرباط من خلال مشروعين رياضيين عملاقين، ملعب الأمير مولاي عبد الله والملعب الأولمبي الجديد، واللذان يمثلان أحد أبرز مشاريع الاستعداد لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. أولاً، الرؤية العامة للمشروع. المشروع جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تجديد وتطوير البنية التحتية الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية. بميزانية ضخمة تقدر ب300 مليار سنتيم، يتم الاستثمار في تجديد الملاعب، تجهيزها بأحدث التقنيات، وتعزيز قدرتها على استضافة كبريات التظاهرات الرياضية. ثانياً، ملعب الأمير مولاي عبد الله. تطور مستمر. الأعمال الإنشائية تسير بسرعة كبيرة، وقد تم الانتهاء من العديد من الأقسام الداخلية والخارجية، مثل تركيب الكراسي والتجهيزات الكهربائية والتبليط والصباغة. من أبرز التقنيات المعتمدة العشب الهجين، الذي يمزج بين العشب الطبيعي والصناعي، ويوفر جودة عالية، ثباتا ممتازا، ومتانة تتحمل ضغط المباريات المتتالية. جزء كبير من الميزانية مخصص لتجهيزات متطورة تشمل مواقف السيارات، ممرات الدخول، والمرافق المساندة لتجربة جماهيرية متكاملة. ثالثاً، الملعب الأولمبي من 25,000 إلى 70,000 متفرج. تصميمه الأصلي كان مخصصاً ل25,000 مقعد، لكن بفضل التطويرات الأخيرة تم توسيع السعة لتصل إلى حوالي 70,000 متفرج. تركيب المقاعد، أنظمة التهوية والتكييف والإضاءة يجري بتناغم تام مع باقي الأعمال، في مشهد يعكس احترافية ودقة في الإنجاز. يركز التصميم الداخلي على راحة الجمهور وسهولة التنقل مع مراعاة شروط السلامة العالمية. رابعاً، البنية التحتية والخدمات المحيطة. تم إنشاء قناطر وممرات جديدة تربط الملاعب بمناطق رئيسية كحي الرياض وشارع الزيتون لتسهيل حركة الجماهير وتخفيف الضغط. توجد استثمارات مهمة في مواقف السيارات تحت الأرض، أنظمة الإنارة، والتجهيزات الأمنية. كل هذه التحسينات تجعل من الملعبين تحفاً معمارية ومراكز جذب للجماهير. خامساً، الآثار المستقبلية. هذان المشروعان ليسا فقط إنجازاً رياضياً، بل هما قاطرة للتنمية الحضرية والاقتصادية، يخلقان فرص عمل جديدة ويعززان من جاذبية مدينة الرباط كعاصمة رياضية، كما يساهمان بشكل مباشر في رفع جاهزية المغرب لتنظيم تظاهرات عالمية كبرى. في الختام، ما نشهده اليوم من تطورات في ملعب الأمير مولاي عبد الله والملعب الأولمبي هو دليل واضح على التزام المغرب بتحقيق طفرة نوعية في البنية التحتية الرياضية. فإذا كنتم مهتمين بمواكبة هذه المشاريع الضخمة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة كل جديد. شاركونا في التعليقات توقعاتكم حول شكل الملاعب بعد انتهاء الأشغال، وهل أنتم متحمسون لكأس إفريقيا وكأس العالم؟